يوجد أحاديث إهانة للإسلام. أقنعك. في حديث الراوي يقول، ما أدري ابن عباس أنس نسيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع كل زوجاته بغسل واحد. والله العظيم لو يحلف على القرآن ما أصدق هالحديث. شو رأيك؟ أكيد. والله العظيم لو يحلفون على القرآن، لو أتى راوي الحديث وكل من رواه يحلفون ما أصدقهم. النبي أطهر من هذا. النبي ديننا نظافة. تخيل، طب كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسعة مثلا بغسل واحد. تخيل لو كل واحدة أخذت نص ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع من هذه ما يغتسل ويدخل لهذه يجامعها، ثم يخرج لهذه ويجامعها، ثم يخرج لهذه ويجامعها بالعرق وبغيره، ثم يدخل لهذه تسعة، ثم يذهب بغسل واحد. أقسم بالله أن هذا الحديث عن رسول الله كفر. أقسم بالله أن هذا الحديث عن رسول الله كفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإلى المنتكس وإلى الذين ينادونه بالشيخ أقول: الشيخ قالوا قلت لا والله ما يطول، ما هو بشيخ إلا بافراط وتفريط، مفضوح في بثه، تقول الغر مخبول، درويش يبغاله مع الوزن تضبيط. ما أدري ايش اقول لك، صرت كومة كما تقول، ولا بعد ما صرت وما غير تخبيط. لو صار كومة صابتك قل لنا قول، وإن جاء تراه انذار ما هي بخرابيط. عجل ترى يمديك تلقى لك حلول، دور طريق الحق وخلى غاليط. يا المنتكس صاير بنكستك مذلول، ما يرتضي نكستك غير الوطاويط. أهل الهوى والشر اللي ما به عقول، اللي يبون الدين نقطوه شخاميط. يا جعل كيدك صوب نحرك على طول، يخذلك ربي جعلك الدرب تثبيط. شفنا لبوسك صاير اليوم كاجول، ضحك وتغني والدلع فيك تنقيط. عمت شرورك وبث كل يوم ما نقول، حربك لدين أحمد ترى زاد تمغيط. حتى الحديث الصح حطيت لك قول، ترميه في سلة مكانه معاليط. حلف الرواة كل حلفهم غير مقبول، لا ما نصدق قولهم، كذب وتخريط. يلا عسى تهديه عجل لنا النول، غيرتك يلا منه غيرك به محيط. الشيخ قالوا قلت لا والله ما يطول، شيخ الغثى والدين عنده شخابيط. ما انت بوسيم الا بك علول مخذول، جهلك مركب ممتلي شر غاليط. وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن، حتى البخاري ومسلم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم حبي إيه أنت جاي تقول عليه. أم كلثوم الله يرحمها، صح أم كلثوم؟ وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منهم فقال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الحديث من حديثي أو السنة من سنتي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.